ليه التغيير بيخوفنا؟ التغيير بيخوف لأن عمره ما كان حاجة سهلة، وفي نفس الوقت المجهول كمان بيخوف. دماغنا بتحب الروتين وبنحس فيه بالأمان، بس الحقيقة إن كل نقلة جديدة هي بتبقى فرصة بالنسبة لك إنك تتطور. بدل ما تسأل ليه لازم أتغير، جرب تسأل إزاي التغيير ده ممكن يطور فيا. الإدارة تقول لازم نغير طريقة الشغل، والموظف من كتر ما اتعود بقاله 3-4 سنين يقول لك ليه إحنا كده تمام. المشكلة مش في التغيير نفسه، المشكلة في إنه مش فاهم ليه بقى التغيير مطلوب. فلو أنت مدير لازم تشرح للموظفين ان التغيير ده مهم ليهم مش بس للشركه. ولو انت موظف افتح حوار، اسال عن الفوائد بدل ما ترفض من غير ما تفهم، لان التواصل الصح ممكن يقلل من الخوف من التغيير دوت مثلا بنسبه 70%. التغيير مش وحش زي ما انت فاكر، دماغك بتقنعك ان التغيير وحش، بس الحقيقه ان التغيير ده ممكن يطور مهاراتك ويفتح لك فرص جديده ويخليك تقدر تتاقلم بشكل اسرع في المستقبل. فبدل ما ترفض التغيير فكر فيه كمرحله جديده هتتعلم منها حاجه تفيدك بعد كده. وعشان تعرف ازاي تتاقلم مع اي تغيير في الشغل حتى لو كان التغيير ده جه غصب عنك، ما تقلقش، اتعامل معاه كأنه فرصة جديدة. تفهم السبب بتاع التغيير وتسأل نفسك ليه الشركة قررت القرار ده، وتتعلم المهارات الجديدة بقى اللي مطلوبة عشان تقدر تتأقلم بسرعة. وفي نفس الوقت تبقى بتحافظ على طاقتك، وان التغيير ده مش نهاية الكون، لان المرونة هي سر النجاح بتاعك في بيئة العمل المتغيرة دي. ونفسيا العقل البشري بطبيعته بيحب الاستقرار، فأي تغيير جديد بيعتبره تهديد. لكن لو التغيير اتكرر اكتر من مرة المخ بيبدأ يتقبله ويشوفه بشكل طبيعي. فادي نفسك فرصة انك تتأقلم، خدها خطوة خطوة، هتلاقي نفسك مستريح اكتر بعد شوية. تقدر كمان لو انت خايف من التغيير اللي هيحصل تسأل نفسك ايه أسوأ سيناريو ممكن يحصل. فكر في التغيير على انه مغامرة مش تهديد، وحدد حاجة صغيرة تتغير فيها انت كمان يوميا مع التغيير ده عشان تبدأ تتعود على الفكرة. لان الناس اللي بتتعامل مع التغيير بمرونة بيكونوا انجح في حياتهم بنسب تتخطى ال 40% في بعض الاوقات. ومن الاخر مقاومة التغيير هي رد فعل طبيعي غالبا بيبقى ناتج عن الخوف من مجهول، قلق نفسي، انك اتعودت على الروتين. وبعض الدراسات اثبتت ان القياده الفعاله والتواصل المستمر والدعم النفسي والمشاركه في عمليه اتخاذ القرارات كل ده ممكن يساعد ان المقاومه دي تبدا تقل شويه، وخصوصا لو كانت مقاومه وظيفيه.